قدر الله وما شاء فعل. احنا مناخيرنا بقت في السما، ما احنا الموسم اللي فات كاسبين 5 بطولات وعارفين ان احنا داخلين اي بطوله، ده احنا الاهلي هنكسب. يا راجل انت هتهزر، ده احنا قدام اتحاد العاصمه الشوط الثاني ما لعبناش الا 10 دقايق. هو فين كابتن الفريق اللي يتكلم مع الحكم يا جدعان؟ هو فين كابتن الفريق اللي يكشم لام اللعيبه اللي عماله تقع في الارض دي؟ احنا مبدئيا كده ما عندناش كابتن فريق. اداره الاهلي بتعرف تعمل حاجه واحده بس، بتعرف تضحك علينا حلو قوي. يعني ممكن قبل الماتش تنزل لك صوره على الصفحه الرئيسيه وتقول لك جماهيرنا اللي في ظهرنا دايما، بس لو رحت انت بقى السعوديه قدام الاستاد هتلاقي الجماهير واقفه قدام الاستاد. الاداره مديه قرارات للامن ما تدخلوش الجماهير باي ادوات تشجيع ولا باي شماريخ. كلنا شفنا العدد القليل النهارده اللي من جماهير اتحاد العاصمه داخل بكميه شماريخ قد ايه. شاطرين نروح نعمل صفقات اعلاميه ونقعد بقى نحفل على بعض ونشتغل بعض وننسى نسال اصلا هو السيد عبد الحفيظ ارجل مدير كوره جه في النادي الاهلي مشي ليه؟ الراجل ده احنا مضحوك علينا، رحنا من النمسا وجينا من النمسا. ايه يا عم احنا نضحك على بعض؟ احنا النهارده مش عارفين مين بيلعب ايه فين. بتلعب ماتش قدام فرقه دفاعيه وما عندكش صانع العاب في الملعب يوحد ربنا يعرف يربط لك الخطوط. ايه يا عم انت بتتكلم كده ليه؟ انا هلاعب السيتي في نهائي كاس العالم للانديه، انا هكسب الاتحاد السعودي يا عم. راجل استهدى بالله، انت فاتح صدرك علينا ليه؟ انت عندك مدافع محترم يلعب جنب عبد المنعم؟ لا. انت عندك باك ليفت محترم؟ يا عم عندي معلول. يا راجل ده معلول مشطب كوره، اللعب على الواقف حتى مش عارف يعمله. انت عندك مهاجم؟ يا عم لسه جايب واحد فرنسي هيدشمل الدنيا، يقول لك في الرأسيات حوار حلو. ده انت شكلك فاهم. عندك بقى باك رايت يعرف يلعب له العرضيات، ولا هتفضل قاعد 90 دقيقه مستني عرضيه من محمد هاني وفي الاخر مش هيعملها؟ ما احنا لازم نخسر ماتش ببطوله علشان نبدا نبص على الدنيا من بعيد، مش ندخل نضحك ونهزر واحنا عايشين في بلوه.